كرة القدم فريق الرجاء البيضاوي وبعد فوزه على دياموند ستار من سيراليون بسداسية نظيفة، الفريق الأخضر يواصل الاستعدادات لمباراة الإياب بمركب الوزيز قبل المغادرة يوم غد نحو سيراليون. استعدادات الرجاء في روبورتاج من إعداد أميرة مكرم بكاميرا يوسف الجماري. الظهور بمستوى يشرف قيمة الفريق في العصبة وعودة روح الانتصارات في البطولة، تلك أولويات المدرب فوزي البنزرتي رفقة النصور في هذا الوقت بالذات. الفريق الأخضر وبعد الانتعاش في أول ظهور له في المنافسة الإفريقية يواصل التحضير على قدم وساق لإياب المسابقة. لكن مباراة سيراليون في سيراليون باش تكون مغايرة للمباراة اللي لعبنا هنا، وزمنا نتعودوا بالافريق، فما العديد من اللاعبين الا بعدوا شيئا مع المقابلات الافريقيه باش تبقى تلقى اشياء معناتها ممكن غريبه وعجيبه في الافريق هذه، معناتها يلزمنا نتوقعها ونكونوا متحضرين لها باش تلقى ملعب ممكن مش 100% يعني مش ملعب متعودين به ولا ملعب زوين، يعني قادرين اللاعبين نتاعنا فنيين مطالبين باش نحققوا الفوز، خصوصا اننا ما بقاش عندنا فين مثلا نزيدوا مثلا نهزموا ولا نتعطروا، خصوصا كيف ما كيعرف الجميع فخرجنا ابطال من واحد المنافسه، فديك المنافسه سالات حنا في منافسات اخرين، وعندنا هذه المنافسه ديال عصبه الابطال، فهي خصنا نبين للشعب المغربي والجمهور الرجاوي اننا حنا قد المسؤوليه اللي محطوطه على العاتق ديالنا. الحصة الأخيرة للنسور قبل الإقلاع صوب العاصمة السيراليونية فريتاون سجلت تركيزا ذهنيا وتكتيكيا لجميع العناصر التي تراهن على أن تكون في الموعد في المسابقة الإفريقية. عادل الكاروشي الذي سيكون غائبا عن المباراة تحدث عن مستجدات الإصابة وكذا تمديد العقد رفقة الخضر. الحالة الصحية ديالي الحمد لله في واحد تحسن كبير، ان شاء الله السيمانة هذه غنرتاح ان شاء الله، والسيمانة الجاية ان شاء الله غنبدا بالجري الخفيف باستشارة ديال الطبيب ان شاء الله. الحمد لله انا ما ترددتش باش نجددش مع فريق الرجاء البيضاوي رغم العروض اللي كانوا عندي. انا فضلت فريق الرجاء البيضاوي، الفريق اللي ارتحيت ليه، هو فريق اللي كيلعب على الالقاب، وانا لاعب طموح اللي كنبغي نلعب على الالقاب. الحمد لله الاختيار ديالي انا مقتنع به. إيابنا إذن السبت المقبل بأقدام رجوية الطامحة إلى الذهاب بعيدا مع أقوياء المسابقة. النسور على موعد مع التأهل ونسيان كبوات الدوري الاحترافي. من جهة فريق